سلام، تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. انا اليوم ريت نحضر معكم واحد الخبيزه ديال العيد اللي ما كتخطى حتى شي دار مغربيه. بالنسبه لهاد الخبيزات كيجيو مزيونين بالزرارع، كنديروا فيهم حبه الحلاوه، النافع، الزنجلان، وكيجيو بنينين في المذاق. وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو المقادير وطريقه التحضير. وكيف ما كنوعدكم دائما قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير كنفتح لكم واحد الخبيزه تشوفوا كيفاش كتجي من داخل وكيفاش كتجي طريه ومفشفشه. ويلا دوزو معايا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 3 ديال الزلايف ديال دقيق الفرص، وجوج زلايف ديال فينو، وصاشيه ديال خميره الحلويات. عندنا هنا السكر، حبه الحلاوه، الزنجلان والنافع. هادو كاملين خصهم يكونوا مسهطين هيدايا فوق البوطه، والخميره الفوريه والملحه. وطبيعه الحال غادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء. بالنسبه لهاد الخميره ديال الحلويات علاش حنا كنعملوها في الخبز، حيت هي اللي كتكون محسن ديال الخبز، هي اللي كتعطينا داك الطراوه في الخبز ديالنا. كيف ما كتشوفوا خلصت داك الفينو مع الفرص ودرت عليه خميره الحلويات، وكنزيد عليه دابا الزرارة عليهم حبه الحلاوه والزنجلان والنافع اللي قلت لكم من بعد ما صهطتو هيدايا في الحديده فوق البوطه كيف ما كتشوفوا. وفي الحفيره الوسط غادي ندير الخميره الفوريه والملحه والسكر. وطبيعه الحال غادي نجمعوا الخبز العجينه ديالنا بالماء يكون دافي. وبالنسبه للمقادير غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الخبيزات كيجيو مرافقين للشوا هيدايا في العيد الكبير، كيجيو يعني كتجي مرافقه للشوا، كيجيو بنينين بزاف وفي نفس الوقت عاود كيكونوا صحيين داك الزرارع هيدايا. مهم غادي نبدا نجمع في العجينه ديالي. ما غادي نجمعها كنبدا نزيدها الماء شويه بشويه، قطيره بقطيره كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنبدا ندخل فيها داك الماء، وخليكم معايا باش تشوفوا القوام اللي خصنا نحصلوا على العجينه كيفاش خصو يكون عامل. صافي هنايا هانتوما كتشوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه. كندير شويه ديال زيت الزيتون في يدي وكنبدا ندهن به العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. صافي وغادي نغطيوها بواحد فيلم اليمونتير وغادي نديروا له واحد السربيطه ونخليوه يخمر يضاعف الحجم ديالو. وهنايا كيف ما تشوفوا معايا العجين هنا يضاعف الحجم ديالو خمر لي كيف ما كتشوفوا. غادي نخرج منه داك الهواء كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وهنا بالنسبه للاحجام الخبيزات انت اللي كتشوفي راسك، ولا بغيتي خبيزه كبيره كديريها كبيره، بغيتي الحجم ديالهم صغيورين كديريهم صغيورين كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. هنا من بعد ما قسمت العجينه ديالي كامله، حيت انا هاد الكونسيت ديال هاد الكميه ديال الطحين اللي عطيتكم خرجت لي 10 الخبزات. هنا كنوريكم عندي في الطبس الفينو سبيسيال، وداك الزرارع حبه حلاوه والنافع والزنجله خلطتهم مع الفينو هو اللي غادي نقرص به الخبز ديالي. كنبداو باول كره اللي كتكون طاعات وتتنطو وكنبداو نقرصوها بداك الفينو اللي فيه الزرارع اللي قلت لكم هما حبه الحلاوه والنافع والزنجلان. صافي وكنحطها في واحد اللاطه اللي غادي ندخلو اللي غنخليهم يخمروا وندخلهم للفران يطيبوا فيها. غنستمر هيدا حتى غادي نكمل بالتقراص الخبز ديالي كامله. وهنا من بعد ما كملت الخبيزات ديالي كاملين غنخليهم يخمروا يضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما هنايا ما خمروا لي كيف ما كتشوفوا معايا
غادي ندير واحد الثقب في الوسط الخبز وغادي ندخلهم يطيبوا في الفران اللي هو ديجا عندي سخون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز اللي حضرت معكم اليوم من السمين بالزرارة. كيجيو فنين وبنين وشهوه منهم، وكنتمنى ينالوا اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.